السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يلا تعالوا مع بعض نعمل احلى مكرونة نجريسكو بالفراخ. معانا مكرونة سباكيتي ومعانا مكرونة قلم. نقدر نعملها بأي نوع مكرونة. طبعا احنا غسلين البانيه كويس جدا ومتبلينه، عبارة عن فلفل اسمر وبهارات وملح وفصين توم مفرومين ومعصور عليه ليمونة، ومعانا حبيتين فلفل الوان وقرن فلفل اخضر مقطعينهم. ومعانا طاسة على النار نزلنا فيها بمعلقتين زيت. الزيت هيسخن وننزل بقى نشوح البانيه بتاعنا. طبعا بعد التشويح كده طبعا ايه هينزل المية بتاعته، تقدري تشيلي البانيه ده من المية بتاعته لان احنا مش عايزينها، ومش عايزين ننشف البانيه، احنا عايزين البانيه يبقى طري. طبعا هننشله بعد ما يغير لونه خالص في الطاسة، هنشيله من المية بتاعته عشان هنضيفه في الطاسة التانية اللي فيها الفلفل. معانا الفلفل كده بنشوحه بفص توم ورشة ملح وفلفل أسمر، ومع التشويحة كده خفيفة كنا احنا ضفنا بقى عليه البانيه، شلناه من المية اللي نزلها ونقلناه في الطاسة التانية. هنفضل نقلب فيه كده لحد ما يستوي والفلفل بتاعنا يدبل كده ويبقى جميل. هنكون احنا محضرين البشاميل بتاعنا، عبارة عن كيلو لبن واربع معالق دقيق كبار. وهنقلبه مع البارد، وهنحط فيه برضو ملح وفلفل اسمر. وفي الاخر خالص لما البشاميل يتعمل هنحط فيه معلقة سمنة. هنحط في الصينية شوية مكرونة وعليهم شوية بشاميل ونقلبهم، وهننزل معانا بالخليط بتاعنا في المكرونة، ونكمل بقية المكرونة بتاعتنا، وهنضيف في الاخر البشاميل. ننزل بالكمية بتاعتنا كده. حطينا بقية المكرونة بتاعتنا، ما كترناش برضو مكرونة سباكيتي عشان اللي يعرف ياكلها. ضفنا بقية البشاميل، وطبعا كان عندنا جبنة موتزاريلا حطينا كده فوق الوش عشان دي بتديها طعم حلو، بتخليها تحمر كده زيادة. ودخلناها الفرن وطلعت كده، وتفضلوا بقى يعني يا ريت تجربوها بجد جميلة جدا. ما تنسوش تتابعوني في القناة، بلايك واشتراك. مع السلامة.